لو داخل ثانوية عامة ومحتار تشتري كتب الشرح جديدة ولا قديمة، أو تشتري ملخصات الحل جديدة ولا قديمة، تابع الفيديو للنهاية. أول حاجة لما كنت في الثانوية العامة عملت كالآتي: أولا سواء أونلاين أو سنتر هيعطوك ملزمة فيها أسئلة المهمة، خلاصة الأسئلة المهمة من الملخصات حرفيا. لو انت اشتريت 3 ملخصات للكيمياء هتلاقي أهم الأسئلة اللي في ال3 ملخصات دول في الملزمة دي، أو في الأحياء أو في الإنجليش أو في أي مادة نفس الكلام، أو في العربي أو في أي مادة يعني بايظاوي هتلاقيها نفس الكلام. لمين كل الحاجات يعني كل الأسئلة المهمة، لمين كل الأسئلة المهمة وحاطينها في الملازم. تمام. انا بقى نفسي احل بقى، انا مش مقتنع بال50 او 100 سؤال اللي بحلهم في الملزمه، نفسي احل اكتر. اوكي تمام. اشتري الحل قديم ولا جديد؟ تمام. اللي يقدر يشتري الحل قديم ولما يجي يراجع على اليوتيوب يكتب الاسئله الجديده اللي هم ضافوها في كشكول جانبي، تمام. لانه في ناس بتحب انه يعني عشان المصاريف وكده، يعني بتحب يعني انه ما تكلفش نفسها، يعني الله يعني الكل طبعا. فدي مثلا وكويس خالص، انا كنت بعمل كده برضو، كلنا كده لازم نعمل كده يعني. لازم نحاول قد ما نقدر انه نسعى ونتعب ونعمل اللي علينا. تمام. اللي حابب يعمل كده كويس خالص. اللي حابب يشتري الملخص جديد وعنده استطاعة عادي جدا يشتريه. اللي ما عندوش استطاعة يشتري الملخص الشرح قديم بتاع السنة اللي فاتت ويحل كل الأسئلة، والأسئلة اللي مضافة جديد كشكول جانبي. تمام. اما الناس اللي عايزة تشتري ملخصات تشتري، ما تشتريش 3 ملخصات بجانب المادة حل لو سمحتوا. في المراجعة اشتروا ملخص و2 و3 عادي، لكن حاليا الشرح هو ملخص واحد بجانب الملزمة. تمام. ما يعني ما تضغطش نفسك، ما تحطش نفسك تحت ضغط، لانه كده كفاية جدا صراحة يعني. تمام. مش علشان تيجي في الاخر تقدر تحل 2 و3 براحتك وتنقي الاسئلة المهمة عادي جدا براحتك برضو. كمان حد عايز يشتري ملخصين وعنده استطاعة يشتري ملخصين عادي، لكن انا افضل ان يكون ملخص واحد مهم. كمثلا الكيمياء هات مندليف لانه اسئلته قوية جدا وحلوة جدا وبيجي مقارب في الامتحانات منها جدا. كالاحياء الامتحان طبعا، الفيزياء الامتحان، الجيولوجيا الامتحان. الانجليزي صراحة انا ما اشترطش ليه لانه كانت المذكرات كافية ووافية جدا، والمراجعات كانت كافية ووافية جدا برضو ما اشترطش. العربي الامتحان او كيان اشجع يعني الملخصين دول. طيب دول حاليا كده خلصناهم بتوعت ايه الحل. طيب الشرح قديم، يعني عالدغري كده قديم. ليه؟ لانه شرح القديم زي شرح الجديد. تمام. ممكن نلاقي سؤال كده مش عارفه ايه، اي حاجة اضافية عادي، لكن هو القديم هو الجديد. تمام. مراعاة مثلا للمصاريف والتكاليف طبعا نحاول نقلل قد ما نقدر، او نحاول انه نكون منصفين مع اهلنا ونختار ملخصات الشرح قديمة. الشرح والحل لو قديم هكتب الاسئلة الاضافية في كشكول جانبي. تمام جدا فل. لو قادر ان اشتري واحد، اشجع وافضل جدا ان يكون ملخص واحد بجانب الملزمة. اول حاجه ايه الافاده؟ اول حاجه انا عايزه اطلع من السنه دي ما اكونش تحت ضغط نفسي عنيف. تمام. اذا أنا مش هقدر استمر انه احل كل ملخصيه لماده او 3، مش هقدر استمر. افضل واحد، الماده اللي انا حاسس نفسي فيها ضعيف ونفسي احل اكتر كالفيزياء، تمام، اشتري عدد ملخصين. تمام. ما جيش بقى على ماده سهله وبحبها وبحل فيها سريع واشتري ملخصين 3. طب انت بتضيع وقت. تمام. انت كده بتضيع وقت. الماده اللي احسها سهله وبتيجي معايا في الحل هو ملخص واحد بجانب الأسئلة والملزمة والامتحانات كده فل كده. طب دغري يعني دغري. طب تمام. وبس دي كانت نصيحة على السريع كمان. أتمنى تكونوا استفدتوا منها وتابعوني. ومش عارفة أقول لكم اعملوا الحاجات اللي بيعملوها دي. ويلا باي، تابعوني فيديوهات جديدة. سلام.